السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. كتكتنا الصغيرين اولى اعدادي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير كده واشوفكم في احسن مكان. النهارده يا شباب انا جاي لك باقوى مراجعة في الدنيا. عامل لك الجبر كله وهشرح لك الجبر كله بالكامل من اول لما اشرح اول درس لحد اخر درس في الجبر. هنلم فيه كل الافكار، هنلم فيه كل الشرح، هنلم فيه كل التفاصيل الصغيره. اوعدك انك هتخرج من الفيديو دوت ما بقاش عندك مشكله في الجبر تماما خالص. هنتدرب يا ابطال، هنحل كل فكره، هنعرف كل فكره جت ازاي، هنشرحها بالتفصيل. اهم حاجه انك تركز معايا وورقه وقلم وتكتب كل اللي هنقول عليه. تمام يا شباب؟ مستعدين؟ يلا بينا. قبل ما نروح للحل وقبل ما نروح نشوف الأسئلة، تعالى أنا وأنت نتكلم على شوية أساسيات هتقابلنا في المسائل وهنشوفها مع بعض. الأساسيات بتاعتك إنك لازم أول حاجة نتكلم عن الأعداد. وأنا بشتغل يا شباب لازم أعرف الأعداد اللي أنا كلها هستخدمها في أي سؤال. دي عبارة عن إيه؟ اللي بص، أول حاجة معاك إنك معاك حاجة اسمها الأعداد الطبيعية. ودي يا رجالة كنا بنرمز ليها بالرمز ان. والاعداد الطبيعيه يا شباب اديتك تعريف ليها، هو كل الارقام الموجبه ومعاهم الصفر. يبقى الاعداد الطبيعيه هي الصفر، هي الواحد، هي الاتنين، هي التلاته، هي الاربعه، وهكذا. يبقى كل الارقام اللي هتكون موجوده ومعاهم الصفر. يبقى اي عدد موجب على طول بنقول عليه عدد طبيعي، والرمز بتاعه هيبقى ايه؟ ان. بعد كده يا ابطال عندنا حاجه اسمها الاعداد الصحيحه. لازم نعرفها برضو، ما احنا عشان عايزين نعرف نحل يبقى لازم نعرف كل الاعداد دي. يبقى الاعداد الصحيحه ايه بقى الاعداد الصحيحه ديت؟ قال لي بص يا عم، الاعداد الصحيحه ديت هي كل الاعداد الموجبه والسالبه وما بينهم الصفر. يبقى الاعداد الصحيحه الاعداد الموجبه والاعداد السالبه وما بينهم الايه؟ الصفر. ماشي. يبقى كده عرفنا يعني ايه اعداد طبيعيه، قلنا كل الاعداد الموجبه. وعرفنا يعني ايه اعداد صحيح، قلنا كل الاعداد الموجبه والسالبه ومعاهم الايه؟ الصفر. طيب يبقى كده يا شباب عرفنا كل الاعداد اللي اشتغلنا عليها. ماشي. ايه الاعداد تاني؟ قال لي السنه دي انت هتستخدم حاجه جديده اسمها الاعداد النسبيه. والاعداد النسبيه ديت هنديها رمز اسمه كيو. طب ايه الاعداد النسبيه ديت؟ قال لي هي كل الاعداد اللي بيكون ليها بسط ومقام. هي الاعداد التي لها بسط ومقام. يعني انا لو كتبت 3 على 4 فده بسط وده ايه؟ مقام، فبنسميه عدد نسبي. لو كتبنا 5 على 6 فده بسط وده مقام، فبنسميه عدد نسبي، وهكذا. يبقى لازم تعرف واحنا شغالين ايه هي الاعداد اللي انا بشتغل عليها. قال لي الاعداد الطبيعيه هي كل الاعداد الموجبه ومعاهم الصفر. والاعداد الصحيحه هي الاعداد الموجبه والسالبه وما بينهم الصفر. والاعداد النسبيه اللي بيرمز لها بالرمز كيو هي كل الاعداد التي لها بسط والتي لها ايه؟ مقام. وبنشتغل عليها كده. احنا خلصنا قصه الاعداد اللي بنشتغل عليها. طيب تعالى برضو من التحضيرات اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها، تعالى نعرف ايه الاشارات. هنشتغل النهارده على الاشارات، او انت هتتعلم الاشارات. مفيش حاجه بقى يا ابطال اسمها جمع ومفيش حاجه اسمها طرح. في حاجه اسمها الاشارات بتاعتي دي، هل هي زي بعض ولا مختلفه؟ انت عندك نوعين. لا اما انا هكلمك على الجمع والطرح، لا اما انا هكلمك على الضرب والقسمه. هكلمك على ده او ده. ولو هكلمك على الجمع والطرح فانت برضو معاك نوعين، والضرب والقسمه برضو معاك نوعين.
لو هكلمك على الجمع والطرح فانا عايز اعرف هي الاعداد ديت، هي الاشارات هتكون متساوية ولا هتكون مختلفة؟ ونفس الكلام، هل اشارات في الضرب والقسمة هتكون متساوية ولا هتكون مختلفة؟ شوية اساسيات كده عشان قبل ما نشتغل. طيب لو متساوية هعمل ايه ولو مختلف هعمل ايه؟ قال لي بص يا عم، لو متساوية، هي متساوية بقى خلاص، هي الجمع متساوي سواء جمع او طرح. قال لي لو متساوية في الجمع بنجمع بنفس الإشارة. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو كتبت لك 4، لو انا كتبت لك دلوقتي وقلت لك يا صديقي 4 زائد 3 هتقول لي كام؟ هتقول لي 7. ونفس الكلام لو انا قلت لك -4 ناقص 3، كده الاشارات زي بعض برضه هتقول لي 7 بس بالسالب. يبقى زي بعض طلعناها بالموجب عادي، وهنا برضه طلعناها بالسالب. يبقى لو الاشارات متساويه اجمع بنفس الاشاره. لو الاشارات متساويه اجمع بنفس الاشاره. طب لو الاشاره مختلفه؟ قال لي لو الاشاره مختلفه نطرح بإشارة الأكبر. هنشوف الكبير مين وهنطرح بإشارته. يعني يا صديقي لو أنا كتبت -4 زائد 3 ولو كتبت 4 ناقص 3، إيه الإشارة هتبقى إيه؟ -4 زائد 3 هنا الإشارات مختلفة، فلما تكون الإشارة مختلفة مين الكبير فيهم؟ -4. الأربعة هي بالسالب هي الكبير، يبقى الطرح بتاعي الإجابة بتاعتي هتبقى سالب. 4 من 3 1. طب 4 ناقص 3؟ قال لي هتبقى 1. طب ليه هتبقى 1؟ قال لي عشان الرقم الكبير هنا بالموجب. يبقى كده اتفقنا مع بعض، انا في الجمع والطرح اول لما الاقي الاشاره زي بعض اعرف ان انا هعمل ايه؟ هجمع بنفس الاشاره. واول لما الاقي الاشاره مختلفه هعمل ايه؟ هطرح باشاره الكبير. اما في الضرب والقسمه الموضوع هنا بيبقى سهل يا صديقي. في الضرب والقسمه لو الاشاره بتاعتك متساويه انت الاجابه بتاعتك بتكون موجب، ولو الاشاره بتاعتك مختلفه انت الاجابه بتاعتك بتكون ايه؟ سالب. يبقى احنا كده معانا شويه اساسيات، عرفنا يعني ايه كلمه الاعداد وعرفنا قصه الاعداد ومعانا كلمه الاشارات. الوحده الاولى بتكلمنا عن النسبه والتناسب ومقاييس الرسم والتطبيقات، وكل القصه دي بتخص كل الاعداد بكل ما فيها. تمام. والوحده الثانيه بتكلمني على المجموعات والترتيبات ويعني ايه كلمه معادله ويعني ايه كلمه مش عارف ايه القصه دي. كل ده هنبتدي اللي احنا نلمه مع بعض وهنظبط الدنيا كلها. طيب عشان ما اطولش عليك تعالى نشوف كده بعض الاسئله مع بعض ونشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بنبدا مع بعض في اول انواع من الاسئله. اوجد قيمه ما يلي. هنا عايز قيمه الكي، فانا عايز اجيب قيمه الكي هتبقى بكام. قال لي هنا هنعمل عمليه المقص. فكده يا صديقي هتبقى كي هتساوي، هضرب مقص 3 في 6 على الاتنين. 3 في 6 ب 18 على الاتنين هتكون، برافو عليك، 9. يبقى الحوار كله خلص. يبقى عمليه ضرب سهله قوي، هنعمل عمليه المقص والحوار بالنسبه لنا هيبقى ما فيهوش اي مشكله. طيب اذا كانت طبعا دي اسمها تناسب. تناسب دي يعني الاربع اعداد زي بعض. كلمه يعني ايه مثلا؟ ايه يعني ايه كلمه تناسب يا مستر؟ قال لي التناسب ده عشان واحنا شغالين اهو نفهم كلمه التناسب يا صديقي. تعالى نفهم معناها. قال لي التناسب ده هو تساوي نسبيين او نسبيتين او اكثر. يعني انا وانتوا نقدر نقول ان النص ده هو 3 على 6، هي 4 على 8، هي 5 على 10. كل دول لو انا اختصرتهم كلهم بيطلعوا نص. كل دول هيطلعوا نص. يبقى كلمة التناسب بيكون تساوي نسبيين او اعداد اكتر من كده. يعني ممكن يبقوا 3 يبقوا 2 يبقوا 4 على حسب السؤال. العدد ده بنسميه الاول وده التاني وده التالت وده الرابع، فده اللي احنا شغالين عليه في اللي انت شايفه. يبقى كده يا شباب عرفنا يعني ايه كلمة تناسب. هو تساوي نسبيين او اكثر، عددين او اكتر بيكونوا متناسبين يعني كلهم بيطلعوا نفس الاختصار. طيب
يلا نكمل مع بعض تاني. هنا بقول لك إذا كانت ب 5 2 A كميات متناسبة، عايز قيمة ال A في ال B. فأنا هعمل إيه الأول؟ هاخد العدد ده على ده، يبقى ال A على الاتنين، واخد العدد ده على ده، يبقى الخمسة على البي. انت كده لقطت معانا. هعمل ايه؟ هروح عامل عملية مقص. ما انا هضرب هنا A في B، فلما اضرب A في B هيبقى يديني كام في كام؟ 2 في 5. يعني هضرب 2 في 5، ف2 ب5 بكام؟ ب10. يبقى هنا يا شباب بنعمل عملية المقص، هنا بنعمل عملية الايه؟ المقص، وبنضرب الارقام وخلاص الحوار كله خلص ومفيش اي حاجة. تمام. طيب في اي مشكلة؟ نروح للسؤال اللي بعده. الله حلو قوي السؤال ده، جميل. إذا كانت ال n ناقص 2 على التلاتة بتساوي 3 على 18، عايز من سيادتك قيمة ال n. طب ايه يا مستر ال n ناقص 2 دي؟ يا عم مالكش دعوة بيها، اضرب بس انت، مالكش دعوة، سيبها زي ما هي. يبقى هنقول له n ناقص 2 هتساوي، كمل بقى واحدة واحدة. لما بنيجي نضرب مقص بضرب ازاي؟ رقم في رقم على رقم. اضرب مقص ازاي؟ رقم في رقم على رقم. تاني هضرب مقص ازاي؟ رقم في رقم على رقم. فباخد الرقمين اللي قدام بعض اللي هي 3 في 3. طيب بعد ما اخد 3 في 3 قال لي 3 في 3 على ال 18. معلش ال 18 معوقة بس عديها لي يعني، معلش حقك عليا. يبقى هنقول له هنا ان ناقص 2 هتساوي 3 في 3 على 9 على 18، هتلاقيها طلعت كام؟ 6 على ال 18. ايوه اختصرها يا مستر على آلة او اشتغل على طول. طب لو هتشتغل على طول هتعمل ايه؟ قال لي دي معادلة يا مستر. دي ايه؟ معادلة. طيب المعادلة دي يا شباب بنحل عليها ازاي؟ قال لي المعادلة وانا بحل اهي، هاخد الرقم دوت هخرجه الناحية التانية واغير اشارته. يبقى انا كده وانا بحل المعادلات بتتحل ازاي؟ اللي جوه يخرج بره واغير اشارته. المعادلات بتتحل ازاي؟ اللي جوه يخرج بره واغير اشارته. تاني المعادلات بتتحل ازاي؟ اللي جوه يخرج بره واغير اشارته. فدي جوه هخرجها بره، يبقى لازم اغير الاشاره بتاعتها. يبقى كده ان بتساوي 6 على 18 زائد 2، وادخل الرقم ده على الآلة. 6 على 18 زائد 2، هلاقي الناتج طلع 2.5، اللي هي طلعت على الآلة عندك 5 على الاتنين. يبقى احنا كده جبنا قيمة الايه وجبنا الان بتاعتها ودخلناها في المعادلة، والحوار كان سهل. تاخد بق قهوة معايا؟ طيب يلا ركز كتاكيتنا الصغيرين، مستقبل مصر الضايع، ركزوا معايا. ايوه انتوا مستقبل مصر الضايع ما تعرفوش ولا ايه؟ يلا يا عم نحل تاني. لا يلا ركزي يا منى دي قريبتي يا جدعان، فهتلاقوا اسمها كتير. المهم هنعمل عمليه اللي هي جويريه الماس. لا جويريه دي طالبه عندي بس انا بحب اسمها. يلا مع بعض. يبقى هنقول له كده ان، يا مستر مش ان بقى، دي اكس. معلش يا شباب نفس الفكره اللي فاتت بس المره دي جبتها لك باكس. عايزك بقى تشتغل معايا اهو. يلا قول معايا اكس. خلاص ماشي. قول معايا يلا اكس ناقص 2 هتساوي، ولد يا جامد، كام في كام على كام؟ 6. ايه وبعدين بقى؟ يبقى نقول له كام؟ 6 في 5 على ال 15. يلا هات لي الناتج. يبقى اكس ناقص 2، كمل يا صديقي. 6 في 5 بكام؟ 6 في 5 يا مستر ب 30 على ال 15 فيها الاتنين. ايه ده يا مستر؟ دي معادلة. يلا علمتك المعادلة هتعمل ايه؟ اللي جوه يخرج بره واغير اشارته. اللي جوه يخرج بره واغير اشارته. يبقى كده هنقول له اكس بتساوي 2 زائد 2، يبقى الاكس بتساوي 4. ودي يا جامد يا شاطر، موضوع سهل بسيط مفهوش اي حاجة خالص. ماشي خش على السؤال اللي بعده. ايه يا مستر 2 من 10 ديت؟ طب ما تترجمها 2 من 10 يعني 2 على 10، يعني لما اختصرها تبقى 1 على 5 عادي بقى.
وانا خلاص بقى انا راجل فنان دلوقتي، انا بعرف احل. فهي نفس القصه، ترجم عادي، حتى اكتبها على الاله 0.2 دوس يساوي، تلاقيها طلعت لك 1/5. فاخد الاكس على الاربعه واساويها بالواحد على الخمسه. رجع السؤال نفس السؤال اللي فات، اللي انا هعمل عمليه الايه المقص، هيبقى نفس الفكره، كام في كام على كام. اتفضل معايا، اتفضل بس. حبيبي بص عامل ايه؟ ايه الاخبار يا نجم؟ عامل ايه، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله بخير؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد باشا لله. عارفين يا باشا يا باشا زي الفل. ايه بقى كده احنا ما دخلش اللي احنا محتاجينه بقى الواتس الله ينور. خلاص احنا هنبدا هنا الاسبوع ده صح؟ اسفين يا باشا. حبيبي. يلا يا شباب، يبقى هنعمل هنا عملية المقص اهو، نفس الفكرة. يبقى نقول له كام في كام اهو، 4 في 1/5. خلاص 4 في 1 ب4 على الخمسة. يبقى يا صديقي اكس بتساوي كام على كام؟ 4 على 5. وهي دي الإجابة الأخيرة، وتطلع زي ما تطلع، ما فيهاش أي مشكلة معاك. وده السؤال رقم 5، ومكتوبة عندك نفس القصة ونفس الطريقة. تمام، 4 على 5. بس هو هنا عاملها بالاتنين على 10 واختصر عادي. حل بدي على طول، هيطلع نفس الناتج. تمام، احنا اختصرنا هنا على 2 فعل 1 على 2 فعل 5، وضربنا 4 في 1 على ال5. خلاص ماشي، نروح للسؤال اللي بعده. انت كده خدت الاساسيات او الفكره الاولانيه انك تحل بعادي خالص. هندخل نفس الفكره هنا بس في سؤال تطبيقات. يبقى احنا كده بنتكلم عن التناسب، هندخل نفس الفكره اللي حليناها بس في المسائل اللفظيه. فبالراحه كده مع بعض. بيقول لك شخص يكتب 50 كلمه. يا واد يا جامد، واحد برنس بيكتب لك 50 كلمه في 30 دقيقه. الراجل ده كتب 50 كلمه في 30 دقيقه. فهو انا دلوقتي عايز اعرف منك انا كتبت كام كلمه في ساعتين. طب شباب، هي مش الساعتين، مش الساعه فيها 60 دقيقه؟ حلو. طب يعني لو معايا ساعة تاني يبقوا كام دقيقة كلهم؟ قال لي كده يا مستر يبقوا 120 دقيقة. ما انا بتكلم على ساعتين، يبقى الساعتين هيبقوا كام؟ 120 دقيقة. طيب حلو. فانا معايا هحلها بطريقة التطبيقات. هيبقى معايا هنا كلمة وهنا معايا دقيقة. حلو. انا معايا كام كلمة؟ قال لي معايا 30 دقيقة الاول. في كام كلمة؟ قال لي في 50 كلمة. حلو. طيب انا عايز اعرف بقى ال 120 دقيقة دول انا هكتب فيهم كام كلمة. عايز اعرف ال 120 دقيقة انا هكتب فيهم كام كلمة. يبقى اعمل عملية المقص. يبقى كده اقول له اكس بتساوي بنفس الفكرة اهو 120 في 50 على ال 30، واروح مدخل الناتج على الآلة، هلاقي الناتج طلع 200 كلمة. يبقى انا كده يا شباب في ال 120 دقيقة هكتب كام كلمة؟ قال لي هكتب 200 كلمة. يبقى الراجع الساعتين فيهم كام دقيقة؟ اللي فيهم 120. واكتب كلمة واكتب دقيقة، الدقيقة فيها كام؟ 30 والكلمة 50، وهنا هتبقى 100 وكام و20، واروح عامل عملية الايه المقص، فالناتج يطلع 200 على طول. سهلة بسيطة ما فيهاش أي حاجة. عايزك تكمل المحاضرة لحد الآخر. المحاضرة مهمة، هنراجع فيها الجبر كله، الناس واقعة بنراجع فيها وبنشرح فيها كل حاجة بالتفصيل. وعايزك تبقى الدنيا معاك كويسة وتبقى شاطر، الأساسيات. فركز بالله عليك. إذا كانت 100 جرام من الشوكولاتة، أنا ما بحبش الشوكولاتة، خلي بالكم. يعني لو أنت هتجيبوا لي شوكولاتة ما عنديش أي مشكلة عادي، يعني ما فيش أي مشكلة، فأستنى الشوكولاتة الحصة الجاية. إذا كانت 100 جرام من الشوكولاتة تعطي 300 سعر حراري، عايز اوجد عدد السعرات. هنتخن جامد قوي. الحرارية، عدد السعرات الحرارية في 30 جرام من نفس نوع الشوكولاتة. على حسب نوع الشوكولاتة بقى يا صديقي، ما جالاكسي غير الشوكولاتات العادية، عشان بحب جالاكسي بس عشان لو حد هيجيب. المهم خلاص انا كده معايا نفس الطريقة، هنكتب جرام وهنكتب الى سعر حراري. طيب انا معايا كام جرام؟ قال لي معايا 100 جرام. معايا 100 جرام في كام سعر حراري؟ قال لي معايا في 300. ماشي.
بعد كده عايز اعرف ال 30 جرام بقى، 30 جرام هيبقوا في قد ايه سعر حراري. بنفس الطريقه خلاص انت كده فهمت الفكره، ان نفس الموضوع كله بقى بسيط، واعمل عمليه المقص الجميله بتاعتي. يبقى اكس بتساوي بنفس الطريقه اهو 30 في 300 على ال 100، واطلع الناتج بتاعي. قال لي الناتج طلع 90، يبقى الاجابه بتاعتي 90 سعر حراري. فرقتش كتير يعني. طيب السؤال 3. اما احنا ممكن ايه ناخد السؤال اللي جنبه عشان نبقى ايه نقرا كده او نطلع كده مع بعض. طيب بقول لك ايه، تقرا مريم 20 صفحه. مريم شاطره يا شباب، عقبالك كده. فبتقرا 20 صفحه في الكتاب في 45 دقيقه. حلو ده. طبعا انت لو قرات 10 دقايق بترمي الكتاب اصلا من ايديك. كم تستخرج من الزمن، يعني هتقعد قد ايه بالساعات في قراءة 80 صفحة إذا قرأت بنفس المعدل؟ لو قرأت بنفس المعدل هي تقعد قد ايه؟ بنفس الطريقة هنكتب صفحة وهنكتب دقيقة، صفحة ودقيقة. طيب كم دقيقة؟ 45 دقيقة. كام صفحة؟ صفحة قال لي 20. على كده 80 صفحة هيكونوا في كام دقيقة؟ مقصك الجميل يبقى اكس بتساوي بنفس الطريقة اهو، مقص اهو 80 في ال 45 على ال 20. 80 في 45 على ال 20 هلاقيها كتبت في 3 ساعات. طب بقول لك ايه، ال3 ساعات دول كام دقيقة لو انا عايز اجيبها بالدقيقة؟ قال لي مش الدقيقة فيها 60، يبقى 3 في، راح فين انت؟ يبقى 3 في 60. الله شكلها زي الزفت، 60 دي شكلها معاق. معلش يا شباب اهو. انا عايز اعرف بقى كام دقيقة. خلاص انا جبت، ماشي. احنا كده جبنا الاكس، عايزين نعرف بقى لو انا عايز اعرف كام دقيقة. يبقى اقول له 3 في 60. 3 في 60 يبقى هي كتبت في 180 دقيقة. يعني لو هو عايزها بالساعات سيب له 3 ساعات، ولو هو عايزها بالدقيقة سيب له ال 180 دقيقة. على حسب انت هتكتب ايه. الحوار بالنسبة لك سهل وما فيهوش اي طريقة خالص. تشرب قهوة؟ شكرا، مش هديكوا اصلا. تمام. طيب يا عم، بعد كده يزن جسم على الارض 120 نيوتن. الراجل ده كبير قوي. اذا علمت ان وزنه على القمر 20 نيوتن، هو على الارض 120، كبير قوي. طلع بره في القمر قال لك 20 نيوتن. لان طبعا انت عارف ان احنا في القمر، انت خدتها في العلوم، الوضع بيختلف تماما يعني. فكم يبلغ وزن جسم اخر على القمر اذا كان وزنه على الارض 90 نيوتن؟ نفس الفكره بنفس الطريقه. ده كده معايا الارض الى القمر. على الارض كان وزنه 120، هو على الارض وزنه 120. طيب وعلى القمر 20، فانا معايا على الارض تاني 90. فعايز اعرف بقى على القمر قد ايه. مقصك اللذيذ. يبقى كده اكس بتساوي بنفس الطريقه، يبقى نقول له كام؟ 20 في 90 على 120، واطلع الناتج زي ما يطلع ونشوف القصه. قال لي الناتج طلع 15 نيوتن. يبقى وزنه على القمر هيكون 15 نيوتن. سهله. طيب في احد المصانع بينتج 10 عمال، معايا 10 عمال بينتجوا معايا 300 قطعة قماش. طبعا احنا حلاوة مسائل الرياضة عندنا انها بتدخلنا في كل حاجة احنا عايشين فيها، ودي فايدة الرياضة، ان كل حاجة احنا بناخدها في حياتنا وكل حاجة احنا بندرسها بيبقى ليها عندنا جزء في الرياضة. فعلم الرياضة علم كبير
لازم انت تتوقعها، ولازم انت تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي وتحب الموضوع. مش عايز الموضوع بالنسبه لك لا احنا بتتفرج عليه وتحل اسئله وبس، لا انا عايزك تستمتع بالحوار او احنا بنعمل ايه بالظبط. في احد المصانع ينتج 10 عمال 300 قطعه قماش، فكم عامل ينتج 630 قطعه؟ حاضر. بنفس الطريقه انا هيبقى معايا عامل وهنا قطعه بنفس الفكره ونفس الطريقه. كم قطعه؟ قال لي لا، معاك كام عامل الاول؟ قال لي معايا 10 عمال. انتجوا قد ايه؟ قال لي انتجوا 300 قطعه. طب بعد كده فكم عامل ينتج 630 قطعه؟ بحط الاكس هنا، يبقى كده هنقول له اكس بتساوي بنفس الطريقه كام في كام على كام؟ قال لي 10 في 630 على 300. يبقى كده الاكس بتساوي على طول الناتج قال لي هيطلع 21 قطعه. بكده يا شباب احنا خلصنا اول جزئيه معانا في المنهج، وهو اهم اسئله التناسب. دي معظم اسئله التناسب او اهم الاسئله اللي ممكن تتسال عليها في التناسب، فركز بالله عليك. نروح بقى على اكتر درس انت ما بتحبوش، مقياس الرسم. وصلنا للجزئيه الثانيه يا شباب اللي هو الدرس الثاني بعنوان مقياس الرسم. مقياس الرسم هنا عشان انا اعرف احله، عشان عارف ان هو جزئيه رخمه معاك، لازم اكون مركز على الوحدات دي جدا، ولازم اكون حافظها زي اسمي. اللي هو لو انا عايز احول من كيلو لمتر، فكلنا عارفين ان احنا هنضرب في 1000. ولو عايز احول من متر لدي سي فهضرب في 10. ولو عايز احول من دي سي لسنتي هضرب في 10. ولو عايز احول من سنتي لمتر هضرب في 10. طب لو عايز ارجع العكس، يعني من ملي لسنتي، قال لي اقسم على 10. ولو عايز من سنتي لدي سي قال لي اقسم على 10. ولو عايز من دي سي لمتر قال لي اقسم على 10. ومن متر لسنتي قال لا، من متر لكيلومتر اقسم على 1000. لازم نكون حافظهم عشان انت هتستخدمهم كتير وهتلاقيهم في الاسئله. فتعال نشوف كده اول سؤال مع بعض بيقول ايه. اول سؤال مع بعض بيقول لك اذا كان مقياس رسم خريطه هو واحد، هنا في واحد زياده، في واحد كمان، 1 إلى 1,200,000، وكانت المسافة بين مدينتين على الخريطة بتساوي 3.5 سم. اوجد المسافة الحقيقية بين المدينتين. طيب الجزء اللي بيبقى هنا اللي بيبقى قبل النقط كده ده بيكون الرسم، والجزء اللي هنا ده بيكون الحقيقي. يبقى هنا الجزء اللي هو بيكون الحقيقي، وده الجزء اللي هو بيكون الايه الرسم. لازم تاخد بالك من الحتة دي. فاحنا يا شباب هنعمل ايه؟ هنعمل كده، هنعمل حقيقي الى رسم. هنعمل حقيقي لايه؟ الى رسم. الرسم قلنا 1 والحقيقي 1,200,000. الرسم مديهولك كمان 3.5، وعايز منك الحقيقي وكمان بالكيلو متر، وده طبعا بالسنتيمتر. طب عشان انا احول من سنتي لكيلو متر اهو، من سنتي لحد ما اوصل للكيلو، يبقى 10 في 10 في 1000 يعني 100,000. فانا الرقم هضرب مقص واروح قاسم على 100,000 على طول، يبقى المقص هو اللذيذ بتاعنا. يبقى اكس بتساوي، ركز يلا معايا، هتساوي 3.5 في 1,200,000 على الواحد. هنشيل الواحد بقى، هنحول على طول، هنحولها إلى 100,000 عشان أحولها من سنتي لكيلو. قال لي الناتج طلع معانا هنا على طول، قال لي الناتج طلع 4.2 ده كيلو متر. يبقى أنا كده حولتها من سنتي لكيلو، حولتها من سنتي للإيه؟ للكيلو. خلي بالك من التحويلات بالله عليك. طيب هنا كمان، إذا كان طول أحد الحشرات في صورة مكبرة هي 12 سنتي وطولها الحقيقي 3 ملم، لازم أحول من سنتي لملي. وقلنا فوق عشان أحول من سنتي لملي أضرب في 10. التحويلات لازم أحول الكبير للصغير، فمن الكبير للصغير من سنتي لمتر لمليمتر يبقى أضرب في 10. يبقى أول حاجة أنا هضرب ال 120 ال 12
في ال10 طلعت لي 120، يبقى انا كده حولتها. ونفس الكلام انا دلوقتي عايزين نجيب حاجه اسمها مقياس الرسم. يبقى القانون اللي احنا نحفظه المقياس بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. ركز يا ابني واسمع، المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. يبقى تاني المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. طيب الرسم كام يا معلم؟ قال لي الرسم. فين الرسم؟ الرسم اهو. اذا كان طول احد الحشرات في صورة مكبرة هو 12 سم وطولها الحقيقي 3، اوجد مقياس الرسم. يلا الرسم احنا لسه جايبينه ب 120، طولها قد ايه؟ قال لي طولها 3، يبقى 120 على الطول الحقيقي اللي هو 3، هتلاقي الناتج طلع مقياس الرسم اللي هو 40 على الواحد، وتسيبها كده. طيب واحدة كمان، يلا نفس الطريقة. إذا كان الطول في الرسم هو 8 سنتي وكيلو، يبقى أنا عايز أحول من كيلو لسنتي. عشان أحول من كيلو لحد السنتي أضرب في كل ده، كل ده عامل كام؟ 100,000. يبقى الأول أحول 320 في 100,000، 320 في 100,000، 320 في 100,000، الناتج هيساوي كام؟ قال لي الناتج هيساوي 32 مليون. اهو 32 يا صديقي مليون. يبقى كده اول جزئيه في مقياس الرسم انك لازم تتاكد من الوحدات. بحول ايه؟ بحول الكبير للصغير. بحول ايه؟ بحول الكبير للصغير. يبقى مقياس الرسم هنا كان بيلخبطك عشان انت مش بتحفظ القوانين بتاعه. ده رقم واحد. رقم اتنين بتنسى التحويلات. طيب هو عايز ايه؟ عايز مقياس الرسم. خلاص يا مستر انت لسه محفظني قانون المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. لازم تحفظ القصة دي تاني المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. طيب الرسم كام؟ قال لي الرسم 8. الحقيقي كام بعد ما حولناه؟ قال لي 32 مليون بعد ما حولناه. طيب الناتج هيطلع كام؟ قال لي الناتج طلع 1/4 مليون. يبقى نحفظها المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. المقياس بيساوي الرسم على الحقيقي. يلا طب إذا كان مقياس الرسم للخريطة هو 1 1 إلى مليون، وكانت المسافة الحقيقية بين مدينتين 45 كيلومتر، اوجد المسافة بين مدينتين على الخريطة بالسنتيمتر. هو المرة دي عايزها منك بالسنتيمتر. خلاص احنا حفظنا الطريقة وشوفنا الطريقة اللي هنحل بيها. أول حاجة لازم أحول من كام لكام؟ قال لي لازم أحول من كيلو لسنتي. وعشان أحول من كيلو لسنتي قال لي هضرب في 100,000. أهو من كيلو لسنتي، يبقى هناخد 45 واروح ضربينها في 100,000. الناتج هيطلع 45 وانزل كل الاصفار ال5 اصفار اهي، فبقت 450. لسه كمان هننزل كده الاصفار بتاعتها كلها، فانت كده حولتها الى 400 و500 الف. ادي 1 2 3 4 5 هتبقى 400 و500 الف. يبقى النقطه هتتحط هنا بعد 3 ارقام. اوعى تنسى بالله عليك، اوعى تنسى بالله عليك، اوعى تنسى بالله عليك. هفضل اقول لك تاني اوعى تنسى يا شباب، اوعى تنسى يا شباب التحويل. التحويل هو اللي هيخليك تعرف تحل السؤال. خلاص حولناها، يلا اشتغل مع بعض عادي. وهتكتب ايه؟ هتكتب هنا حقيقي بنفس الطريقه بقى الى رسم. يبقى حقيقه اهو ايه رسم. طب الرسم قلنا كام؟ 1. الحقيقه قال لك كام؟ قال لك مليون زي ما اتفقنا فوق في السؤال اهو، 1 إلى مليون. طيب بعد كده انت معاك الايه؟ معاك الحقيقي التاني اللي هو انت لسه محوله، اللي هو 4,500,000. ماشي. وهنا عايزين نجيب الرسم، محولين. يبقى اكس بتساوي
كام في كام على كام بقى لو شاطر؟ اكسف ده على ده. يبقى كده حضرتك انت المفروض بتقسم كام على كام؟ هتقسم 4,500,000 على المليون. طبعا هنا هنلعب بقى الصفر راح مع الصفر، 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 فكل ده بيتقسم. قسم ده على ده، خلاص يبقى الناتج طلع 4.5. سهلة سهلة. التحويلات والله التحويلات اللي هتخليك تعرف تحل السؤال. خلاص بقى خلصنا من مقياس الرسم. نروح بقى لحبيبك واللي انت بتدلع عليه واللي انت بتحبه جدا 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 جدا، اللي هو التقسيم التناسبي. التقسيم التناسبي طبعا دي كلها يا شباب اسمها تطبيقات تناسب. بعد ما بتخلص تطبيقات التناسب يبقى الحوار خلص. التقسيم التناسبي دلوقتي يا حبيبي انا بروح مثلا، احنا 3 اشخاص، فال3 اشخاص دول يا اما بنروح بنشترك في محل، او بنروح مثلا نشتغل في مكان معين. فهو فكرة الدرس هنا هو بيقول لك انت واصحابك لما نقسم الفلوس او هنقسم المشروع، عملنا مشروع ونجح، فكل واحد فينا هياخد قد ايه. هو فكرة الدرس كله التقسيم بتاعتها. فهنا بيقول لك انت لو معاك 3 اشخاص في مشروع رأس ماله 360,000 جنيه بنسبة 1:2:3، فعايز احسب ما دفعه كل شخص في رأس المال. انا عايز اعرف كل شخص من دول دفع قد ايه. فاحنا حبيبي بنعمل كده بنفس الطريقة. هنعمل الشخص الاول، سهلة فهتحب الحوار هنا. الشخص الاول الى الشخص الثاني الى الشخص الثالث، ونعمل المجموع. نسبة الشخص الأول خلاص أنت هتاخدها بالترتيب اللي مكتوب. يعني هنا مكتوبة 1 2 3، فأنت لما تيجي تاخدها أنت كتبت أول تاني تالت، فده الأول وده التاني وده التالت. يبقى هنا 3 إلى 2 إلى 1. اجمع ال3 أرقام دول، 3 و2 و1 يبقوا كام؟ 6. الفلوس كلها اللي أنا دفعتها أهي 360,000، وسمي دي اكس، سمي دي واي، سمي دي زد، واجيب كل واحده لوحدها اهو، كل واحده لوحدها واحلها. هجيب مثلا الاكس، عايز اعرف الاكس كده معايا كام اللي هو الشخص الاول. طيب الاكس هيساوي كام في كام على كام؟ بعمل عمليه مقص زي ما انت بتحل اهو. يبقى نقول له كام؟ 3 في 360,000 على الستة. اروح اقسم الرقمين دول على بعض، قال لي الناتج طلع 180,000. يبقى الاولاني دفع 180,000. طيب نفس الكلام مع التاني اللي هي الواي. يبقى الواي هيساوي كام في كام على كام؟ قال لي 2 في 360,000 على الستة. يبقى الواي بتساوي، ضربنا رقمين ببعض، الشخص التاني دفع 120,000. طيب الشخص التالت اللي هو زد كام في كام على كام؟ قال لي 1 في 360,000 على الستة. قسمنا رقمين مع بعض، قال لي طلع 60,000. وده طبعا شخص معفن، هو اقل واحد فيهم اللي دفع. يبقى احنا كده عرفنا احنا معانا فلوس، عاملين مشروع سوا مع بعض، مشروع كتاكيت صغيره، فالكتاكيت بتكسب خلي بالك، فدفعنا 360,000. فعايزين كل واحد فيهم دفع كام. عرفنا الشخص الاولاني دفع 180 وده اكبر واحد، عرفنا الشخص الثاني دفع 120، وعرفنا الشخص الثالث دفع 60. طيب بعد كده يا صديقي هنا السؤال اللي بعده. تمام، احنا ايه رحنا فين؟ ماشي، رقم 2. اذا كانت النسبة بين اطوال اضلاع مثلث محيطه 150. طبعا يا شباب لازم تعرف ايه هو كلمة محيط المثلث. قالوا محيط المثلث هو مجموع اطوال اضلاعه. يبقى محيط المثلث هو عبارة عن ايه؟ قال لي هو مجموع اطوال اضلاعه. يعني وانت شغال تبقى فاهم انت بتعمل ايه بالله عليك. يلا يا عم، يبقى نفس القصة. معانا كام ضلع؟ قال لي معايا الضلع الاول
كمل ومعايا الضلع التاني، كمل ومعايا الضلع التالت. ها والمحيط او المجموع اللي يريحك، يبقى هنكتب المجموع. الشخص الاولاني كام؟ قال لي الشخص ده 3. طب والتاني؟ قال لي التاني 5. طب والتالت؟ قال لي التالت 7. اجمع لي بقى الارقام دي يابا، 3 و5 8 يبقى 15. الفلوس كلها كام؟ 150. هسمي الاولى اكس واسمي التانية واي واسمي التانية زد، واجيب كل شخص لوحده زي ما اتفقنا. يلا هجيب الاكس، يبقى كام في كام على كام؟ اسمع صوتك بقى بالله عليك. يبقى كام في كام على كام؟ ايوه قول. 3 في 150 على ال 15. الناتج هنا طلع كام؟ 3 في 150 على ال 15. اول واحد يبقى اول ضلع اسمه 30 سنتي. طب التانية لو انا عايز اعرف الواي، ما احنا بنقيس الاضلاع، يبقى كام في كام على كام؟ 5 في 150 على ال 15. ف5 في 150 على ال 15 هلاقي الناتج طلع 50 سنتي. طب هروح جايب الزد. الزد اللي هو انا هجيبه كام في كام على كام؟ قال لي بنفس الطريقة، يبقى نقول له 7 في 150 على ال 15 ونجيب الناتج. 7 في 150 على ال 15 يبقى الناتج طلع 70 سنتي. يبقى هنا بيقول لك اوجد اطوال الاضلاع او الشكل بتاعها. خلاص التقسيم التناسبي درس حلو، درس لذيذ، درس هو عبارة عن كل شخص بياخد قد ايه. ربنا كرمك يا شباب ومعاك قطعة ارض، فقطعة الارض ديت مساحتها 36 فدان، وعدنا يا رب. فليك اخ رخم، فتعالى نقسم ما بينك، كل واحد فيكم هياخد بالنسبة 2/7. فكم يكون نصيب كل منهما؟ يعني كل واحد من دول هياخد قد ايه؟ يبقى انا كده يا شباب معايا الشخص الاول ومعايا الشخص التاني ومعايا المجموع، يبقى انا كده معايا الثلاث اشخاص. النسبة الاولانية 2، الشخص التاني 7، اجمع دول مع بعض كام؟ 9. كم فدان هم؟ قال لي 36 فدان. واروح مسمي دي اكس ومسمي دي ايه؟ واي، واحل واجيب كل واحده لوحدها. الاكس يلا بقى يلا بقى خلاص بقى السؤال بقى سهل. يبقى كام في كام على كام؟ 2 في 36 على 9. الاقي الناتج طلع 2 في 36 على 9، يبقى ده خد 8 فدان. طب لو عايز اجيب الواي، قال لي الواي هيساوي 7 في 36 على 9. 7 في 36 على 9، قال لي الناتج طلع 28 فدان. يبقى التقسيم التناسبي من اسمه انا بقسم الشكل، بقسم الشغل اللي هشتغل عليه، الافكار اللي انا هشتغل عليها. بنشوف كام شخص كام حاجه. اوعى تزهق مني، احنا بنراجع الجبر كله. اوعى تزهق يابا، اوعى تزهق، اوعى تزهق، اوعى تزهق، اوعى تزهق. عددان النسبة بينهما 2/5، فإذا كان العدد الأصغر هو 48 فما هو العدد الأكبر؟ كده أنا معايا كم عدد؟ قال لي معايا عددين، معايا العدد الأول ومعايا العدد التاني. معايا العدد الأول ومعايا العدد التاني. العدد الأول 2، العدد التاني 5، والصغير تحت النسبة الصغيرة. أول لما تلاقي الصغير هنا أو عددين، قال لك الصغير، يبقى ال 48 تبقى تحت النسبة الصغيرة. يبقى العدد الصغير بيروح للنسبة الصغيرة والعدد الكبير بيروح للنسبة الكبيرة. حلو، واحط هنا اكس واعمل المقص الجميل. يبقى اكس بتساوي، الناس اللي مركزة معايا ركز يا منا، يبقى 5 في 48 على 2. 5 في 48 على 2، قال لي الفلوس 120 جنيه. ماشي. سؤال رقم 5. إذا كان عدد طلاب مدرسة 650 طالب، وكانت النسبة بين عدد البنين وعدد البنات 6/7، عايزين نحسب الزيادة اللي حصلت في عدد الايه؟ البنات. طيب واحدة واحدة كده. يبقى معانا بنين ومعانا بنات. حلو، يبقى أنا كده معانا بنين، ركز يا بنين، ومعانا بنات، ركز يا بنات،
ومعانا ايه كمان؟ قال لي ومعايا المجموع بقى. خلاص يبقى الى المجموع. طيب النسبة كام الى كام؟ ل6 الى 7. اجمعهم كام؟ قال لي 13. طب نسبة الطلاب كام كلها؟ قال لي نسبة الطلاب كلها 650 طالب. يبقى احط هنا 650. وهنسمي دي ايه؟ ايوه هنسمي دي اكس. وهسمي دي ايه؟ قال لي هسمي دي واي. واعمل المقص بتاعنا الجميل جدا اللي هو بنفس الفكرة وهي نجيب عدد البنين الاول. يبقى اكس بتساوي بنفس الطريقة اهو 6 في 650 على 13. يبقى كده عدد البنين طلع كام؟ قال لي طلع 300. نجيب عدد البنات الواي كام في كام على كام؟ قال لي 7 في 650 على 13. قال لي الناتج طلع 350. هو هنا عايز يعرف الزيادة قد ايه، يبقى نطرح الرقمين من بعض. يبقى ناخد ال 350 ونطرحهم من ال 300، الناتج طلع 50. يبقى الزيادة قد ايه؟ قال لي الزيادة 50. خلي بالك هنا بيقول لك احسب الزيادة، يبقى انت هتجيب عدد البنات وعدد البنين وتطرحهم من بعض وتجيب الزيادة كلها، يبقى انت كده خلصتها. بكده رجعنا كمان على التقسيم التناسبي. فهمنا يعني ايه كلمة تقسيم تناسبي؟ هو بيديني مبلغ ونقسمه. هل هنقسمه على اشخاص، ولا معايا مثلث فاقسمه على فكرة الاضلاع، ولا معايا مدرسة؟ يبقى فكرة التقسيم التناسبي هو تقسيم الاعداد او تقسيم المبلغ، تقسيم حاجة معينة. زي ما انت بتذاكر كده، فانت لما بتيجي تذاكر بتقسم وقتك، بتقسم المواد بتاعتك، انت هتذاكر ازاي او هتوصل لحد فين. هو نفس الطريقة ونفس الشغل بتاعنا. بروح بعد كده للدرس اللي بعده وهو النسبة المئوية. النسبة المئوية كلنا بنروح بنشتري حاجة أو بنجيب الناتج بتاعنا، بيقول لك أنت عليك نسبة مئوية 10، في خصم 10%، في خصم 20%. لا أنت عليك ضريبة. فهنا في خصم أو زيادة، لا خصم لا زيادة، لا هيتزود عليك وأنت بتشتري الحاجة، لا هيتخصم منك وتعمل لك عروض وخصومات. كلنا بنسمع وكلنا بنشوف كلمة العروض والخصومات الكتير. تعال ندخلها جوه الرياضة ونعرف الحل بتاعها يبقى عامل ازاي. عرضت شاشة تلفزيون. شاشة التلفزيون زي اللي احنا شايفينها ديت عرضناها للبيع في موسم التخفيضات. هي معروضة في موسم التخفيضات للبيع. زي مثلا ايه، اختك او مامتك او اي حد من اللي بيتفرج علينا بيروحوا دايما ان هم لما بيجي يشتروا اي اجهزة دايما بيروحوا للتخفيضات بقى، وفر فلوس زي اختي يعني. عرضت شاشة التلفزيون في موسم التخفيضات بتخفيض معدله 20%. يبقى انا التخفيض بتاعي هنا 20%. فاذا كان سعر الشاشة يا بلاش 12000 جنيه، تروح تشتري بقى. فما سعرها بعد التخفيض؟ حلو، يبقى انا كده معايا قبل التخفيض ومعايا بعد التخفيض ومعايا التخفيض. يبقى انا كده وانا بحل السؤال معايا قبل التخفيض ومعايا بعد التخفيض، وهنا التخفيض. اللي بيكون قبل التخفيض بيبقى السعر الاساسي، فالسعر الاساسي دوت دايما بيكون 100%. اللي قبل التخفيض ده هو سعره الاساسي فما بيتغيرش 100%. التخفيض قال لي 20%. لما تلاقيه بيقول لك كلمة تخفيض وانت عايز تعرف اللي بعد التخفيض، يبقى انت دايما بتعمل انك تعمل ايه؟ اطرح النسب من بعض. يعني 100 ناقص ال 20، قال لي ال 100 ناقص ال 20 هتلاقيها طلعت معاك اللي هي ال 80%. ده بعد التخفيض. السعر اللي انت بتاع الشاشة كله هو 1200، 12000 اسف، والتخفيض ما نعرفش، والبعد برضو اللي بعد التخفيض ما نعرفش. هو عايز يعرف انا دفعت قد ايه، هو عايز الواي. يبقى كده الواي بيساوي مقصك اللذيذ اهو، هضرب كام في كام؟ هضرب ال 12000 هضربها في ال 80 واقسمها على الكام؟ قال لي هقسمها على اهو، هضرب كده واقسمها على ال 100. الناتج يطلع كام؟ قال لي الناتج طلع يا صديقي الصدوق
ان هو دفع في الاخر 9600. لا تخفيض محترم وتخفيض حلو، روح اشتري. يبقى في الاخر دفع بدل ما كان هيدفع 12000 جنيه اتعمل له تخفيض 20%، فدفع 9600. شاشة حلوة يا صديقي، روح اشتريها واسمع مني، هتلاقي الموضوع حلو. تبلغ وجبة 180 جنيه. حضرتك رايح جعان بقى، فانت خارج، هتعمل ايه طيب؟ يعني هنعمل ايه؟ مش لاقيين اكل في البيت، فهنعمل ايه؟ هنخرج عشان نعمل ايه؟ ناكل. فروحنا يا عم جبنا الوجبة، قال لك 180 جنيه. قلت له ماشي. قال لك بس يضاف عليها 15% من سعر التكلفة. طبعا انت لو كنت عارف ما كنتش هتاكل، كنت هتاخد بعضك وتمشي. ما انت هيتضاف عليك فلوس يابا، ما انت لقيت 180 لقيت نفسك بتدفع 200. يا لهوي يا مستر، او كنت عامل حساب على 180 جنيه ولا 20 جنيه اروح، فهتخليني ادفع زياده؟ معلش بقى تعالى على نفسك. حاضر. ربح. يبقى كده انا معايا قبل ما اعرف المصيبه، وبعد ما عرفت المصيبه اللي انا هدفع زياده. فهنا بقت كلمه زياده. زياده هنا يا وحش، يبقى انا بعمل ايه؟ احنا المره اللي فاتت قلنا نطرح، هنا هنعمل ايه؟ قال لي هنا هنجمع. واللي قبل ما بيتغيرش، اللي قبل التخفيض برضه بيكون 100%، مش هيغير حاجه، بيكون 100%. والزياده 15%، فاجمع الاتنين دول مع بعض هتلاقي 115%. ماشي. وبعدين بقى قال لي دلوقتي هنا الفلوس كانت 180، هو عايز يعرف هو هيدفع كام عشان يتوكل على الله، وراه مشوار. فبعد ما كله وشبع جاله الشيت عشان يحاسب، ف 180 في 115 على 100، لقى نفسه الراجل يا عيني بعد ما كان هيدفع 180 جنيه واللي عامل حسابه 20 جنيه روح، لقى نفسه هيدفع 207، يعني هيدفع 210 عشان 3 جنيه دول ما لهمش لازمه. فقال لك والله ما انا واكل بره تاني، والحوار كله خلص. يبقى كده انا لو معايا تخفيض هطرح، لو معايا زياده هجمع. تخفيض اطرح، زياده اجمع، تخفيض اطرح، زياده اجمع. خلي بالك، تخفيض اطرح وزياده اجمع. ماشي. بص يا خالد، اشترى خالد سياره ب 300 الف جنيه، يا بلاش، ثم باعها كسب فيها 5% من ثمن الشراء. عايزين نعرف الراجل ده باع السياره بتاعته بقد ايه زياده. يبقى كده حضرتك هنعمل نفس القصه، قبل وبعد كده زيادة، وبعد كده بعد. القبل 100%، الزيادة 5%، اجمعهم 105. طيب الفلوس كلها 300 ألف. هنا الإكس، هنا الواي. عايزين نعرف الراجل كسب قد إيه. قال لي بقى احنا عايزين نعرف. يقول لك احسب تمن بيع السيارة. عايزين تمن بيع السيارة، يبقى انا عايز الواي، يبقى الواي بتساوي، عايزين نعرف السيارة اتباعت بقد ايه. هيبقى 300 اهو، السيارة اتباعت بقد ايه؟ هنقول له خلاص بقى، هنقول له 300 ألف في 105 على 100. تعالى بقى نشوف خالد كسب قد ايه يا عم. قال لي كسب، واهو باعها بقد ايه كده دلوقتي؟ هي كانت ب 30,000، بقت كام يا معلم؟ قال لي 300 اهو. تمام اهو، عمل زياده. تعرف تقرا الرقم ده بقى ولا اعلمهولك؟ اهو عمل زياده. يبقى هو كده الراجل دفع كام؟ 315,000 جنيه. كسب يا عم 15,000 جنيه، حلو مش وحش. في ناس بتخسر في بيع العربيات دلوقتي. تعال نشوف ساندي. يبقى خلصنا من خالد، تعال نشوف ساندي. خرب بيتهم. حصلت ساندي على خصم 15% من ثمن حذاء رياضي في احد المتاجر.
ساندي الرياضيه بقى، فبتحب تجري بقى وهوبا هوبا هوبا هوبا، فبتحب تجري، فراحت اشترت يا عم ايه حذاء رياضي من احد المتاجر. فهي لما راحت قالوا لها تعالي هنعمل لك خصم 15%، فدفعت مبلغ وقدره 340 جنيه. قول لي بقى السعر كان كام؟ لئيم انت برضه. فهو المره دي لعب معاك في حاجه تانية وعايز منك سعر هنا الفلوس كانت كام. حاصل لئيم برضه، خلي بالك. يلا يا عم، حصلت ساندي، يبقى برضه هنقول له كلمة قبل. وبعد كده هل انا معايا هنا المرة دي؟ قال لي هنا زيادة. اهو خلي بالك بيقول لك حصلت ساندي على كذا، فعايزين نعرف ساندي اهو. وبعد كده كلمة اهو حصلت ساندي على خصم 15% من ثمن حذاء رياضي في احد المتاجر، فدفعت مبلغ قدره 340 جنيه. اوجد السعر الاصلي للحذاء. عايزين السعر الاصلي للحذاء بعد ما هي اتخصم منها. طب اتخصم يا مستر انت كاتب زياده ليه؟ قال لي يبقى هنا طالما اتخصم يبقى حضرتك يا مستر هتبقى هنا الفكره تخفيض. كده انت مركز معايا، تخفيض. يلا يا شويري. بعد كده يا صديقي بعد، هو كان قبل زي ما اتفقت معاك، القبل ما بتغيرش 100 والتخفيض كان 15، يبقى لما طرحت الاتنين من بعض كانوا 85. هي دفعت 340، يبقى اجيب ال 340 هنا. فانا عايز اعرف السعر الاصلي، يبقى الاكس ده هي دفعت قد ايه اصلا. قال لي تعالى نعرف. يبقى السعر الاصلي هنا اكس هتساوي كام في كام على كام، اروح عامل عمليه المقص، يبقى 340 في المية على ال 85. اروح ضارب الارقام دي كلها في بعض، هلاقي الناتج طلع 400 جنيه. يبقى اتعمل لها خصم محترم. 60 جنيه برضو يجيبوا ايه؟ يجيبوا كارتين شحن. يعني برضو ايه، ما تكسلش في الحاجات دي. ماشي. طب اذا كان معاك العربيه بتاعتك بقى، اذا كان اطار السياره 3500 جنيه، فكم يكون ثمن بيع الاطار بعد اضافه ضريبه معدلها 10%؟ هنا زياده بقى وهضيف الضريبه. يبقى كده يا صديقي هيبقى نفس القصه. قبل، خلاص بقى احنا حفظنا الطريقه، قبل وبعد، والاول زياده وبعد الزياده هنا هتبقى بعد. اللي قبل دايما بيكون 100%، والزيادة هنا كانت 10، يبقى نجمعهم 110. هو دفعت الفلوس كانت 3500، واعمل هنا الاكس وهنا الواي. هو عايز يعرف تمن بيع الإطار بعد إضافة ضريبة المعدل بتاعها 10%. هو هيدفع كام بعد إضافة الضريبة؟ يبقى واي بيساوي كام في كام على كام. تعال نشوف. الواي بيساوي كده بنفس الطريقة 3500 في 110 على 100، ونطلع الناتج. قال لي الناتج هيطلع كام؟ 3850. يبقى كده احنا خلصنا التناسب بما فيه يابا. خلاص التناسب خلص. التناسب وتطبيقاته، مقياس الرسم والنسبة المئوية والتقسيم التناسبي. لازم نخلص من التناسب، لازم نخلص من التناسب. العك كله خلص. الحلويات جت، الحلويات جت. المجموعات لذيذ لذيذ لذيذ. المجموعات بقى فكرته ايه؟ قال لي بص، المجموعات هنا فكرته ان هو بيتكلم عن الارقام المشتركه. انا معايا مجموعه، فاكر وانت صغير في ابتدائي كده وانت طفل بريء قبل ما تكبر وتتجنن، كان دايما بيقول لك ايه؟ اعمل لي دايره على مجموعه الاسماك، اعمل لي دايره على مجموعه ال الاقلام، دايره على الكراسات. فالحاجات اللي شبه بعض كلها يا شباب كنا بنقول عليها هي دي المجموعه، دي المجموعه اللي انا شغال عليها. فانا المره دي المجموعه هجيب لك المجموعه، لا انت هتكون المجموعه، لا تجيب لي الارقام المشتركه في المجموعه، لا تقول لي ايه الارقام اللي موجوده كلها في المجموعه، لا تقول لي ايه الارقام اللي معاك او مش الارقام اللي معايا. تعال اوريك ونعرف كل الكلام دوت. هنا بيقول لك ده طبعا قوس المجموعه، وخلي بالك قوس المجموعه دوت لازم تعرف فيه ان هنا بيكون ارقامه كتير جدا ما تتكررش. يعني حضرتك كل رقم هيتكتب في قوس المجموعه هيتكتب مره واحده بس، ما ينفعش يتكتب اكتر من مره.
طيب فبقول لك مجموعة الايه هي الواحد والتلاتة والخمسة، ومجموعة البي هي الواحد والاتنين والتلاتة والخمسة. عايز ايه؟ تقاطع. لما تلاقيها بتبص تحت اعرف ان دي اسمها تقاطع. ولما اقول لك هات لي التقاطع يبقى انت حضرتك هتدور على الارقام المشتركة. يبقى التقاطع يعني هتعمل ايه؟ دور على الارقام المشتركة اللي هنا وهنا. حاضر، يبقى دي رقم واحد هنحلها هنا. طب لما تبص فوق يبقى اسمها اتحاد. واتحاد دي يعني بنعمل ايه؟ الاتحاد دي يعني كل العناصر بدون تكرار. يعني هنكتب كل العناصر بس كل رقم هيتكتب احنا هنكتبه مرة واحدة بس. يبقى هبص تحت تقاطع، هبص فوق اتحاد، هبص تحت تقاطع، هاخد المشترك، هبص فوق اتحاد الارقام كلها. يبقى تاني هبص تحت تقاطع هنقول المشترك، هبص فوق اتحاد هقول الارقام كلها. يلا يا عم التقاطع، بص كده على الاي وبص على البي، هتلاقي ان في ارقام مكتوبة هنا هي هنا. هنا 1 3 5، هنا 1 2 3 5، فالمشترك 1 2 3 7، فالمشترك هنا 1 و3، وهنا برضو في 1 و3. يبقى كده لما اقول لك هات لي ايه تقاطع البي فتقول لي يساوي الواحد والتلاتة، الواحد هنا وهنا، فهم دول التقاطع. طب لما اقول لك هات لي ايه اتحاد البي، قال لي اتحاد البي يعني انطق كل الارقام ديت بس ما فيش رقم يتكرر. يعني انطق الواحد والتلاتة والخمسة والاتنين والسبعة. يبقى الاتحاد بقول كل الارقام اللي مكتوبة بس ما كررتش رقم. تاني الاتحاد بعمل ايه؟ بقول كل الارقام اللي مكتوبة بس ما كررش فيهم رقم. بالاستعانة بشكل فين. عايزين بقى نطلع التقاطع ونطلع المشترك بس من عن طريق شكل الفين. عايز اطلع التقاطع، بص يا صديقي التقاطع دايما بيعملوا هنا، ده كده التقاطع. ها انت شايف الاي والبي بيتقاطعوا في كام؟ مفيش غير واحد، يبقى الاي والبي بيتقاطعوا في الواحد. طب انت شايف ان الاي لما تتحد مع البي يعني اقول كل الارقام ديت اوعى تكرر رقم، يبقى لما نقول كل الارقام ديت هتبقى الواحد، هتبقى الأربعة، هتبقى الاتنين، هتبقى السبعة، هتبقى الخمسة، هتبقى التسعة. يبقى الاتحاد أنا هنطق كل الأرقام من غير لما أكرر ورا رقم. أما التقاطع يبقى هاخد الرقم المشترك. طيب يبقى أنا كده عرفت ما بين التقاطع وعرفت الإيه؟ الاتحاد. لسه شوية، ممكن أقل. في حاجة ولا إيه؟ لا يلا واحدة تاني بقى بشكل فين ونطلع منها الأرقام تاني. يلا بشكل فين تاني. هنا عايز الايه تقاطع البي، والنبي ركز ركز والله العظيم جميل، والله جميل. ها يلا طلع واحد اهو. ايه تقاطع البي؟ ها اشتركوا فين؟ ادي الايه والبي اشتركوا في الثلاثة والأربعة. خلي بالك بص، شايف الحتة الصغيرة دي اللي هو مش مكتوب عليها دي سي؟ ها ماشي عشان هو مش مكتوب عليها بس. يبقى رقم واحد A تقاطع البي هيبقى التقاطع بتاعها التلاتة والأربعة المشترك. طب عايز ايه؟ اتحاد البي، هتقول كل الأرقام اللي انت شايفها في الاي والبي. يبقى هيبقى الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة وكمان الخمسة وكمان الستة، كل الارقام. ما هو السي ده موجود جوه البي فتبع البي بقى خلاص. طب انا لو عايز البي تقاطع السي بيتقاطعوا في ايه؟ ما هو الرقم اصلا هي سي معاها رقم يتيم فموجود مع السي وموجود مع البي، يبقى التقاطع هو نفس الرقم يا شباب. يعني الخمسة، يعني التقاطع هو نفس الرقم ونفس الفكرة. طيب حلو شكل فين. طب ايه رأيك بقى تعالى احنا تعالى نحلها بشكل فين وتظبط معانا. عايزين نمثل الاي والبي والسي على شكل فين. حلو ده. نبص كده
الاي والبي مشتركين في الخمسه، يبقى انا هعمل حاجه يكونوا مشتركين فيها الخمسه. طيب والاي والسي مشتركان في الواحد والخمسه، كده السي هتبقى جوه الاي زي الرسمه اللي فوق. يبقى انا بعمل اهي ده الاي ممكن ودي مثلا البي، فادي الايه وادي البي. قلنا الاي والبي الاي هو انا بقول ايه ماشي معلش فصلنا كده. الاي والبي الرقم المشتركين فيه الخمسه. اكمل بقى ارقام الايه اللي هي فاضل فيها الواحد والتمانية. عايزين نكبر الرسمه شويه عشان تبان، عشان لازم الرقم ده يشترك. نكبر الرسمه شويه. ايوه انا عايز اعلمك ترسم شكل فين. ممكن نرسم A و C مع بعض الاول. نحط هنا بس الايه كده مثلا، ادي الايه وادي السي، هنا الواحد والخمسة وفاضل التمانية. كده انا رسمت A و C. طيب هقرب الخمسة شوية كمان، تمام، عشان تظبط معانا، بس عشان انا عايزها. على فكرة انت مش ممكن ترسم، بس انا عشان عايزك ايه تبقى عارف كل حاجة. ادي الخمسة عادي بقى، مفيش ارقام تانية للسي هنا. هنجيب الواحد جوه، احنا نسينا نجيب الواحد جوه، صح. نجيب الواحد جوه السي هنا اهو، على قد ما نقدر عملناها. وادي الواحد. طيب وخلي بالك ان الحته دي مشتركه ما بين التلاته، ودي البي. انا عارف ان انا اسمع ملعبكه بس هتبقى سهله صدقني. فاضل ايه للبي؟ خدنا منها الخمسه، فاضل الاربعه، فاضل السبعه. انت ممكن ما ترسمش بس انا عشان نعود نفسنا. يبقى الحته ديت اهي نظللها كده نبينها، دي السي، يبقى دي الايه السي بتاعتنا. طيب ودي مثلا البي. هو مش عايز يجي معانا، ماشي اهو اهو. ودي مثلا عشان نلعب بس، عشان انا حبيت الحوار. ودي الايه ايا كان بقى العبوا مفيش مشكله. يلا بس نجاوب يا مستر عشان عايزين ننام. يلا ادي رقم واحد، عايز A تقاطع B تقاطع C، التلاتة مشتركين في رقم واحد. لو ركزت الخمسة هي هنا، هي هنا، هي هنا، يبقى التقاطع في التلاتة الخمسة. تلاتة بقى. طب الايه اتحاد بي اتحاد سي، طبعا انا ما كنتش محتاج الرسمه في حاجه، بس عشان نتعلم نقول كل الارقام اللي احنا شايفينها قدامنا. يبقى الواحد والخمسه والثمانيه والاربعه والسبعه، وخلاص كله اتكتب. يبقى الاتحاد هنقول كل الارقام، التقاطع هناخد المشترك. اكتب جميع المجموعات الجزئيه للثلاثه والتسعه. عشان تعرف جميع المجموعات الجزئيه ففي قانون دايما بنستخدمه، 2 أس إن. الإن ديت بتكون عدد الأرقام، والاتنين دي ثابتة معانا في السؤال. يعني أنا معايا كام رقم هنا؟ رقمين. فأنا كده بعرف أنا هعمل كام مجموعة. يبقى هنا بقول إيه ده؟ هنا بقول 2 أس 2، فالإجابة بتاعتي 4. يبقى أنا كده المفروض إن أنا هعمل 4 مجموعات. المفروض إن أنا هعمل إيه؟ 4 مجموعات. انا بعرف من القانون دوت عدد المجموعات اللي انا هعملها. حلو. اول مجموعه اللي انا اخلي كل رقم لوحده، يبقى الثلاثه لوحدها والتسعه لوحدها. حلو. تاني مجموعه اللي انا اعكس الارقام، هي مكتوبه 3 9، يبقى خليها 9 3. مش عارف الثلاثه بتطلع معانا كده ليه، بس في حاجه غلط. يعني الثلاثه بتطلع معانا شكلها استغفر الله العظيم يا رب. اهو ايوه اضحكوا عليا اضحكوا. اهو 9 وبعد كده 3، عدلنا الثلاثه ايه مش عادلها. وبعد كده الفاي جزء من اي مجموعه، يبقى اهو 1 2 3 4، عملنا له الاربع مجموعات اللي هو عايزها. مش عادلها بقى، خليها 3 كده وحشه.
ماشي. اوجد جميع المجموعات الجزئيه. واحده كمان، عايزين نعرف كده معانا كام مجموعه. يبقى 2 اس 3 هيبقى معانا كام مجموعه؟ 3 طلعت حلوه اهيت. 2 اس 3 يبقى انا كده عرفت ان انا معايا 8 مجموعات. يلا كل رقم لوحده. هيقول معايا الواحد والاثنين وتاني والاربعه، وخد كل رقمين لوحدهم. الواحد والاثنين والاربعه والواحد والاربعه. تعال نعد. 1 2 3 4 5 6. لسه فاضل. اعكس دول. يبقى الاول اجيب الاربعه وبعد كده الاثنين وبعد كده الواحد. والفاي جزء من اي مجموعه. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مجموعات. يبقى انا كده برنس. بيقول لي اذا كانت 5 3 اكس 2 5 واي، يعني الاثنين دول زي بعض، فهو عايز 2 اكس زائد الواي. اشوف الرقم اللي ناقص هنا والرقم اللي ناقص هنا وهعرف. يعني معايا 2 و5 وهنا دي 5 و3، يبقى فاضل كام؟ حلو. هنا الخمسة مشتركة، هنا الخمسة وهنا الخمسة. هنا في 2 وهنا مفيش 2 يبقى هنا في 2. هنا في 3 هنا مفيش 3 يبقى دي 3. يبقى خلاص كده انا عرفت. ما هو الاثنين زي بعض بيساوي. قال لك زي بعض يبقى خلاص. يبقى 2 في، اروح شايل قيمة الاكس واحط الرقم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الاثنين، زائد الواي اللي هي 3، ونجمع الارقام. 2 في 2 ب4 زائد 3 كام؟ 7. يبقى الارقام بتاعتها 7 والحوار كله خلص. يلا واحدة تاني. يلا ما تزهقش مني. يلا بتراجع الجبر كله. يلا يابا يلا 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 نهارك فل. إذا كانت 1 3 5 اكس 3 واي 9، عايز اكس زائد واي. هو بيقول لك ان دي جزء من دي، يعني دي موجودة جوه. اشيل المتكررة ومعايا التسعة، يبقى طبيعي كده الاكس بواحد والواي ب5. يبقى الإجابة لما نجمعهم يبقوا 6. خلص الحوار. بص كويس هتلاقي السؤال بتعرف تحله أهو. شيل المتكرر هنا وهنا، ما قالك ده جزء ده، يبقى المجموعة دي كلها هي جوه هنا، هي هنا. خلاص أنا عرفت إنها هنا. فالتلاتة هي التلاتة، شيلها. التسعة ملهاش لازمة. يبقى فضل لي مين؟ الواحد والخمسة. يبقى الواحد والخمسة هم للإكس وللواي. ماشي. اكتب بطريقة السرد المجموعة ايه، حيث ان ايه هي المجموعة الطبيعية الزوجية الاقل من ال15. عايزين نعرف المجموعة الزوجية الاقل من 15. الاقل من ايه؟ 15. الاول انا حفظتك حاجة واحنا بنقول بها الاعداد. يلا تعالى نسمع الاعداد مع بعض. 1 2 3. ها فاكرين؟ الزوجية تقبل على 2، والفردية ما تقبلش، والأولي يحب نفسه، والطبيعي موجب بس، والصحيح موجب وسالب، واوعى تنسى معاهم الصفر. يلا تاني. يلا يلا أغنية الأعداد مع بعض كلنا. الزوجية تقبل على 2، والفردية ما تقبلش، والأولي يحب نفسه، والطبيعي موجب بس، والصحيح موجب وسالب، واوعى تنسى معاهم الصفر. يلا مرة أخيرة مرة أخيرة. معلش استحمل استحمل. معلش ما جاتش يعني عادي. يلا مع بعض. الزوجية تقبل على 2، والفردية ما تقبلش، والأولي يحب نفسه، والطبيعي موجب بس، والصحيح موجب وسالب، واوعى تنسى معاهم الصفر. ركز برافو. فاحنا عايزين نعمل كل المجموعات الأقل. يلا نبدأ. أول حاجة في الزوج الصفر، لازم الصفر ده بعد الأعداد الزوجية كده كده. طيب يلا مع بعض تاني. كمل. ها ومن تاني الاثنين، ومن تاني الأربعة لحد أقل من 15، ومن تاني الستة، ومن تاني التمانية، ومن تاني العشرة، ومن تاني ال12، ومن تاني ال14. خلاص هم دول الأرقام الزوجية الأقل من 15 يا واد يا جامد. وخلصنا المجموعات. نخش على العمليات بتاعت الكيو والزد. الكيو الأعداد النسبية، الزد الأعداد الصحيحة. يبقى هنتعلم دلوقتي الأعداد النسبية والصحيحة اللي حضرتك بتدخلها على الآلة. وخاصية زد، اوجد استخدام خواص الجمع في زد لإيجاد ناتج ما يلي. عايزين خواص الجمع عشان نجيب الناتج.
لما بتيجي تجمع بتلاقي هنا في ارقام ان الرقم ده سالب والرقم ده سالب والرقم ده موجب والرقم ده موجب. لما يقول لك هات خواص الجمع يبقى انت حضرتك بتجمع كل واحد لوحده. وخواص الجمع اللي اتفقنا عليها اللي هي الانغلاق والابدال والقصه دي. ابدال يعني انا ببدل الارقام مع بعض. انغلاق يعني انا بحطهم جوه الاقواس بتاعتي. والمحايد الجمعي اللي احنا بنسويها بالصفر والناتج بيطلع معانا. طيب والدمج طبعا انغلاق وابدال ودمج هم كلهم شبه بعض. فانت هتعمل ايه يا صديقي؟ قال لي هجمع الاثنين مع بعض. يعني هناخد السالب 10 ما تدخلهمش على آلة عشان عارفك هتدخلهم عليها وتطلع الناتج. هاخد السالب 10 مع السالب 8 واخد الاثنين مع الستة واشتغل لوحدها. هجيب الناتج ده لوحده، دول اشارتين زي بعض يبقى بنجمعهم بنفس الاشاره تبقى سالب 18. اما هنا 2 زائد 6 فالاجابه 8. اروح جامع الاثنين دول مع بعض يبقى على الآلة. طبعا اتفقت معاك لما تكون الاشاره مختلفه اللي اتفقت معاك فيها في اول الحصه بنطرح باشاره الكبير. فهنا سالب 18 زائد 8 هطرح باشاره الكبير هتبقى الاجابه سالب 10. طيب بعد كده بيقول لي اذا كان الاي ب4 والبي بسالب 5 والسي ب2 عايز قيمه 2 اي زائد بي زائد سي. سهله دي، سهله بسيطه. هنعوض بس يبقى 2 في اشيل الاي الرقم بتاع الاي 4 زائد اشيل البي الرقم بتاع البي سالب 5 واعمل قوس كده عشان تفرق ما بين الموجب والسالب. ماشي. زائد اشيل السي بكام؟ ب2. دخل دي كلها على الآلة هلاقي الناتج طلع لي 5. يلا كمان واحد. لو الاي ب2 والبي بسالب 4 والسي بسالب 3 اوجد القيمة العددية 3 بي على ايه في سي. يبقى نفس القصة اهو، اوعى تنسى الأقواس. يبقى 3 في البي بسالب 4 على الايه ب2. وانت بتكتبها اكتب الاقواس اوعى تنسى. في السي قال لي السي بسالب 3. دخل دي كلها على الآلة. قال لي دخلنا دي كلها على الآلة طلعت لي 18. يبقى كل دي على الآلة طلعت لي 18. ماشي. السؤال اللي بعده اوجد في ابسط صوره قيمه ما يلي. طبعا هنا لو من غير آلة المقام هو نفس المقام فباخد مقام واحد بس واجمع البسط. طبعا هنا الاشاره مختلفه يبقى 3 ناقص 1 2 على 4 على 10. من غير آلة عندنا قاعده بتقول ثبت غير شقلب. ثبت غير ايه؟ شقلب. يعني اللي قبل القسمه بنزله زي ما هو والقسمه بحولها الى عمليه ضرب وشقلب الرقمين دول يعني هتبقى 10 على 4 ودي من غير آلة. لو انت عايز تكمل من غير آلة 2 في 10 ب20 و5 في 4 ب20. 20 على 20 فيها الكام؟ الواحد. وانا افضل انك تكمل من غير آلة عشان تشغل القلاسه بتاعتك دي شويه. استخدم خواص الجمع في الكيو. خواص الجمع في الكيو ان هو هتلاقي دايما الكيو يعني الاعداد النسبيه والاعداد النسبيه هي التي تتكون من البسط والايه والمقام. فانت كده حضرتك عرفت الاعداد النسبيه بتاعتك هي اللي بتتكون من البسط والايه والمقام. فهتلاقي دايما بيكتب حاجتين شبه بعض فانت هتاخد كل اللي شبه بعض في قوس لوحدهم وتحل عادي. يعني هناخد سالب 4 مع 3 زائد 5 مع 3 لوحدهم في قوس واخد كمان الاثنين اللي لوحدهم في قوس اللي هم سالب 1 على 9 زائد 1 على 9. هنا على الآلة على طول هلاقي الناتج طلع مقام 1 والإجابة هنا 1 زائد
هنا العدد ومعكوسه، العدد ومعكوسه، أي عدد ومعكوسه يبقى الإجابة بتاعته صفر، أي عدد ومعكوسه الإجابة بتاعته صفر. فتلت زائد الصفر هتبقى الإجابة تلت. وطبعا يا شباب المعكوس الجمعي يعني السالب يبقى موجب والموجب يبقى سالب، السالب يبقى موجب والموجب يبقى سالب. 6. أوجد ناتج ما يلي. أنا أحب جدا لو أنت حتى هتستخدم الآلة فتستخدم الآلة بذكاء، اللي هو أنا هاخد الدرجة كاملة برضو. فالراجل بيقول لي أنا عايز 5 في نص علامة، هدخلها على الآلة واكتب الناتج على طول. قال لي لا تعالى نشتغل شوية معلش. اضرب إيده في رجل زائد راسه، يبقى 5 في 2 زائد 1 هتبقى 11 في سالب 2 على ال 11. هتلاقي الموضوع بقى جميل معاك قوي. ليه بقى جميل؟ لان انت لو خدت بالك او عينيك شغاله هتلاقي ان في حاجات شبه بعض. فالاتنين تروح مع الاتنين، ال11 تروح مع ال11، يبقى انت مش محتاج الاله، محتاج بس انك تفكر شويه. يبقى هتلاقي الناتج طلع معاك -1 والحوار كله خلص. نفس القصه هنا، لو انا عايز احل دي من غير اله فكان بيتعمل لها حرف اللام لما يكون المقامات مختلفه. فعلى طول بدماغي 2 في 8 ب 16 و8 في 1 ب 8 و2 في 5 ب 10، جمعتهم طلعوا لي 18 على 3 على 16. مستر انت لسه قايل من شويه فوق ان قاعده القسمه هي ثبت غير شقلب. اقول لك ممتاز، يبقى هثبت اللي قبل القسمه تمام، وهحول القسمه الى فيه. هقول لك تمام، وهشقلب، هخلي ال 16 فوق واخلي التلاتة تحت. الله عليك كده انت برنس البرانيس. ال 16 تروح مع ال 16 فاضل ال 18 على التلاتة، ف 18 على التلاتة فيها الستة. لو فكرنا شوية من غير آلة، مش كل حاجة نستعجل على الآلة، الآلة بس بتبقى في وقت الامتحان فقط لا غير، هنلاقي نفسنا بنستمتع بالموضوع والحل بيبقى حلو وبيفيد معانا كويس قوي قوي قوي. حلو السؤال اللي جاي دوت، اللي هو بيقول لك x بتساوي 5 على 8 والواي بتساوي نص، عايز x زائد y على x ناقص y. تعال نجيب الاكس زائد y وبعد كده نجيب الاكس ناقص y وبعد كده نطرحهم نقسمهم على بعض زي ما هو عايز. يبقى x زائد الواي، الاكس ب5 على 8 زائد الواي بنص، مع بعض كده اروح مجمعهم ومدخل ومطلع الناتج وخلاص كده خلصنا. اجمع دول واطلع الناتج مع بعض، 5 على 8 زائد النص، هلاقي الاجابه طلعت لوحدها هنا تمام. انا مش كاتب الناتج على طول فتعالى نعملها احنا. 2 في 8 ب 16، يلا زي ما ماشي شكرا. 16 بتتكتب 18 يا فوزي، شكرا يا عم. كده انا بدات اللي انا افصل يا شباب، الحقوني بقى. 2 في 8 بكام؟ ب 16 و2 في 5 ب 10 يبقى دي 10 و8 في 1 ب 8 يبقى جمعناهم طلعوا 18. وعايز تختصرها كمان اختصرها، يعني ممكن نختصرها هنا على الاثنين، على الاثنين فيها التسعة وعلى الاثنين فيها الثمانية. فانت لو عايز تختصرها هنا فالاجابة بتاعتك هتبقى 9 على 8 عادي، يعني لو انت حابب تختصر، يعني لو مش حابب خلاص. بعد كده نجيب الاكس ناقص الواي. ماشي طالما كده احنا بدأنا يبقى احنا كده خلاص. بعد كده هنجيب الاكس ناقص الواي. الاكس اللي هي كام؟ قال لي الاكس اللي هي 5 على 8 زائد ناقص الواي اللي هي نص. هيبقى نفس الفكرة بس المرة دي هنطرح، هنا 16 وهنا برضو نفس الكلام بس بدل دي هتبقى ناقص، تبقى الإجابة 2. فهنختصرها تبقى 1 على 8. هو عايز بقى اللي انت جبتها فوق 9 على 8 على الواحد على 8. ايوه سامعك وانت بتقول لي ثبت غير شقلب، يبقى حضرتك هنثبت نغير شقلب. يبقى كده هنقول له 9 على 8 في 8 على الواحد، ال8 راحت مع ال8 يبقى الإجابة في الآخر 9. طبعا الناس الممتازة اللي مركزة وهي عايزة تحل من غير آلة دي ربنا يبارك لها،
ان هي عايزه تفهم الاول قبل ما تروح للآلة. يبقى هنا الراجل عايز ده بس عشان نظبطها لحضراتكم، عايز اللي احنا جبناه فوق 9 على 8 على كام على كام؟ قال لي 1 على 8. اوعى تنسى ان قاعده القسمه بتقول لك ثبت غير شقلب. طيب تعالى بقى نروح لخاصيه التوزيع، وخاصيه التوزيع دي مهمه جدا جدا جدا، لا يخلو امتحان من غير خاصيه التوزيع. هاخد التوأم، هاخد واحده بس من اللي هو اداها لي 2 على 9. شلنا هنا مين اللي فضل؟ 15. شلناها من هنا مين اللي فضلت؟ 12. وانزل الاتنين على 9 زي ما هي، واجمع دول اللي طلعوا 27، واروح مدخلها على الآلة بقى واشوف الناتج اللي هيطلع 54 على 9. هلاقي الناتج طلع على طول من غير ما افكر، الإجابة في الآخر 6. خاصية التوزيع مهمة، مش هقول لك تاني. يلا مرة كمان 3 اهو، هاخد واحدة بس اللي هي 7 على 13. شلناها من هنا فضلت 6. شلناها من هنا فضلت 8. شلناها من هنا ما لقيناش حاجة نكتبها، يبقى نكتب 1. يبقى 7 على 13 في كل دول يا شباب 6 زائد 8 هتبقى الإجابة 14. شيل منها 1 هتبقى 13. ال 13 راحت مع ال 13 يبقى الإجابة 7. طيب يلا هنا خاصية التوزيع تاني، اخد المتكرر. مين المتكرر؟ 22 على، صح كده، 22 على 25. اللي متكررة اكتر، اللي متكررة اكتر هي دي اللي بتبقى بناخدها. ايوه لما يجي لك سؤال في كذا حاجة متكررة فانت بتشوف اللي متكرر اكتر وهو ده اللي بتشتغل معاه. شلنا دي اتفضل 7 على 11 زائد، شلنا دي اتفضل 5 على 11 ناقص، شلنا دي اتفضل 1. يبقى 22 على 25 في كل ده كده على الآلة. هنا طلعت 11 على 11 كلهم يطلعوا صفر، خلي بالك. أي حاجة بقى في صفر طلعت صفر معانا، ولا رقم 3 طلعت تمام؟ لا طلعت آسف هتطلع 1. أيوه 7 زائد 5 1. يبقى الإجابة هنا هتطلع 1. كل ده كده لأن هتطلع 12 على 11 ناقص 1 طلعت كام عشان مش معاكم؟ طلعت 1 على 11. 1 على 11. هضرب كده 22 في 1 على 11 هلاقي الناتج طلع 2 على 25. الإجابة فكرة يا بنت جنية شوية. 14 في 101 وعايز استخدم خاصية التوزيع. طب استخدم خاصية التوزيع هنا ازاي؟ قال لي حول ال 100 دي. طب ال 100 دي عبارة عن كام؟ قال لي بص مالكش دعوة بال 14. ال 100 دي يا شباب عبارة عن 100 زائد 1. يا لهوي، هو ممكن تيجي لي كده؟ طبعا. خلي بالك دي رخمة قوي، دي فكرة خطيرة، فكرة مهمة، فكرة مهمة، ركز، فكرة مهمة. الفكرة ديت ممكن يلعب بيها في الامتحان كتير جدا 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 جدا، فخلي بالك من الفكرة دي قوي 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 لأنها بتتكرر كتير. طيب بعد كده يا صديقي ال 14 اللي بره دي اضربها هنا مره واضربها هنا مره، يعني اضربها هنا مره واضربها هنا مره. حلو. 14 في 100 هتبقى 1400 زائد 14 في 1 ب 14، وبعد كده اجمعهم هتبقى الاجابه بتاعتي برافو عليك 1414. بكده احنا خلصنا الوحدة الأولى بتاعت الجبر، ودي يمكن هي أكبر وحدة عندك. وهنقف في الفيديو ده لحد هنا التعبيرات الرياضية اللي هي بداية الوحدة التانية، وهنكتفي إن حضرتك النهاردة هتذاكر لي الوحدة الأولى كلها. انتظر بعد كده إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الوحدة التانية، وبعد كده هنتكلم عن الهندسة. هلخص لك الموضوع في 4 وحدات في 4 فيديوهات إن شاء الله، والم لك الدنيا كلها، وبعد كده نشتغل مع بعض حل الامتحانات. نرجو نكون استفدنا من الحصة، وبإذن الله تبقى الحصص اللي جاية كلها كويسة، واشوفك على خير. سلام عليكم.